Towards Van Dijk, and it comes to Salah. There it is! New season, still breaking records. Mohamed Salah, 5 seasons running. ممارسة الرياضة والكرة بمعنى صح كانت حاجة صعبة بالنسبة لأولي الأمر. ما تلعبش كورة، خلي بالك من المدرسة، لا اشتغل في المدرسة. ذاكر، بعد محمد صلاح الدنيا اتغيرت. بدأ حياته الرياضية أو بدأ يعني والده كان لاعب كورة، عمه كان لاعب كورة، خاله كان لاعب كورة، وبالتالي محمد يمكن عنده جينات إن هو يكون لاعب كورة. محمد صلاح حامد محروس غالي، مواليد 15 يونيو 1992، هو لاعب كرة قدم مصري. يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب مصر، حيث حصد العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وجائزة أفضل لاعب أفريقي. بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بيازا السويسري، تشيلسي الإنجليزي، وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي. ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، ولم يساعد حظ صلاح على الالتحاق بجامعة كبير، بل فضل الانضمام إلى معهد اللاسلكي بسبب الظروف المالية الصعبة التي عاشها، بالإضافة إلى عشقها لكرة القدم، وما قدر على الالتحاق بالثانوية العام في مدينة بسيون بسبب رغبتها في البقاء بالقاهرة لا للانضمام إلى نادي المقاولون العرب. وفي 2017 انضم لنادي ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كحوافز. وفي موسمه الثاني مع الفريق نجح صلاح أيضاً في تقديم مستوى متميز من خلال تسجيل 27 هدفاً وصناعة 10 أهداف، والمساهمة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا. سجل صلاح هاتريك في أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليقود بذلك فريقه إلى فوز صعب. أصبح صلاح أول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحي ل5 مواسم متتالي من الدوري الإنجليزي الممتاز. ساهم صلاح بشدة في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقي وحصوله على المركز الثاني، حيث ساهم في 4 أهداف من أصل 5. أسرة بسيط مكونة من أب يعمل في التجار وأم رب منزل وأخ وأخت، وكانت ظروف الأسرة المالية الصعب عائقاً بينه وبين الالتحاق بجامعة كبير. من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في الكثير من أعمال الخير، حيث تبرع لجمعية اللاعبين القدام، حيث أوصل رغبته بالتبرع للجمعية وتمويلها لسد احتياجاتهم كخطوة إيجابية. Nothing to say much about that, but I'm very happy and very proud. I have to thank everyone who voted for me, and looking forward for another World Tour tonight. Thank you.